ده فلوج من الفلوجات بتاعة تنظيف شقتنا. تنظيف شقتنا دي خالص. تمام، ده اول فلوج ليه. بصوا انا بوريكم بقى هنا الحاجة. بصوا الدنيا متكركبة لدرجة ان احنا شيلنا السراير بتاعتنا ووديناها عشان تتجدد. فانا بوريكم الحاجات اللي جنبي. انا كنت قايمه في الحته دي، بس لقيت الارض لسه ما نشفتش. مامتي كانت بتمسحها فقعدت. فبقول لكم ايه، يعني هنا بقى بقول لكم اننا في السراير والدنيا عايزه تترتب وكده، وهنقوم نرتب التسريحه بتاعتنا. فقعدت لكم كده لحد ما قررت خلاص الارض نشفت ما نشفتش هقوم على طول. مش عارفه بصراحه انا كنت برغي عن ايه، مش عارفه حاجات كتير اوي. فانا بقول لكم كنت عايزه اوريكم الستاره، بس الستاره مش باينه شويه، فاستنوا بقى. صباعي كان عمال يجي على الشاشه وانا بصور، وحش قوي. هنا بوريكم البتاعه دي، وهنا بقى الحاجات اللي بتحط على التسريحه، بس انا مش هحطها دي خالص. فيها يعني كريمات وكده، بس انا مش هاخدها. التليفون كان عمال يقع مني، مش عارفه ليه. انا هنا بوريكم اللون بتاع الاوضه بتاعتي. انا عاملاها ازرق، متاخدوش بالكم من بتاع. انا عاملاها ازرق يا جماعه. دي بصوا الستاره لونها ازرق، بس ملكمش دعوه بتاع البرج اللي هناك ده، عشان احنا مشينا السراير كان تحت السراير فيها حاجات، فالحاجات دي شلناها فعملت كل ده. قولولي ايه رايكم في الكومنت على اللون بتاع الاوضه بتاعتي. انا بحب اللون الازرق. بصوا انا كنت هعمله بينك، بس مامتي عملت اوضتها بينك. بصوا بقى التسريحه بتاعتي بايظه، يعني عايزه تتنضف تنظيف رائع، بس انا منضفتهاش تنظيف كده اللي هو التنظيف بتاع الناس. بصوا انا هنا بوريكم انا بصور ازاي. دي هنا بقى الحاجه. بصوا كانت متكركبه بطريقه، انا عمري ما وصلت الحاجه بتاعتي لكده، بس مش عارفه ايه اللي حصل. بقول لكم انا هنا ظبطت الكاميرا، بس رجعت في رايي قلت هظبطها في حته تانية. ملكمش دعوه بالبتاع اللي على الباب ده، عشان هنرتبه سوا بقى. هنا بقى حطيت الكاميرا في حته ما عجبتنيش، رحت حطها في حته اقرب من، بصوا كانت بتنزل تحت، فرحت حطها في حته احلى. تقريبا دي كده حلوه يعني. هنا مش عارفه كنت برقص عشان كنا مشغلين اغاني وكده، فكنت عماله برقص. عملت اول حاجه هنا بوريكم الحاجه بتاعتي. بس يا جماعه بصراحه حاجات جامده انا جربتها، وفي حاجات انا عاملاها. بصوا الكيوت اللي هو مرسوم عليه الرجل بتاع الفضاء ده، لسه جايباه جديد. موريتهالكوش صح تقريبا. بقولكم هنا هحط البرفيوم. بعد كده انا كنت عماله بغني عشان مشغلين اغاني وكده. مش عارفه كنت عماله بهز في راسي كده ليه. مش عارفه كنت بعمل كده ايه. خلصتها يا جماعه، بس اكني ما عملتش حاجه، بس يعني اتلمت شويه. بس بعد ما خلصت الكاميرا قعدت الم حبه حبه كده. هنا كنت عامله برقص عشان خلصت. بقولكم يلا نعمل دي بقى محتاجه شغل جامد، بس انا ما عملتش الشغل الجامد ده. فلوج شغل ما فيهوش شغل. هنا بقى رحت شايله اول حاجه.
بقولكم انا لو عملت كده هتتنضف على طول، بس رجعت تفرق. كنت بشيل بقى الزلات بتاعتي وبشيل الشواحن بتاعتي، وكمان كنت بشيل الحزامات، الحزام كده مش بتاعي اصلا، بتاع اخواتي، بس يعني كنت بشيلهم برضه مش عاجبيني. هنا بقى كنت برتب الشنط، بس الشنط هتفضل موجودة، فانا كنت شلت هنا بقول لكم اي حاجه رميتها، اي حاجه بصراحه. هنا بقول لكم انا كده خلصت الحته دي، بس شكلها معفن عشان انا بحط الشنط بتاعتي فيها. هنا بقى بقول لكم تعالوا ناخد جوله في الاوضه. بقول لكم ما تاخدوش بالكم من دي، بصوا دي الستوري بتاعتي، بس الضوء بتاع بره جه في التليفون وجه في وشي، مش عارفه انا عملت كده ليه. بصوا على فكره كمان انا شكلي وحش قوي عشان أنا لسه صاحيه من النوم، بصوا منكوشه اصلا. هنا بوريكم الاوضه، كنت بوريكم بصوا هنا وبصوا هنا وبصوا هنا، عبيط انا معلش. بقولكم سيبكم من دي بصراحة، دي مقفلة عندي التصوير بطريقة. هنا بوريكم الشاشة، وهنا القارورة، وهنا او البرادة، والكاب بتاع اخوي. الأوضة بتاعتي مش لونها ابيض، انتوا في الكاميرا شايفين ان هي لونها ابيض، في ازرق، لا هو ازرق غامق في ازرق فاتح يا جماعة. بس بقولكم ان اعملوا لايكات، تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.